وواحد من أنبل رجال مصر والشقاء، دفع الثمن من حريته نظير كلمة حق، واستمر يناضل بكلمة الحق حتى آخر لحظة من حياته. هو المناضل المرحوم دكتور يحيى الأزاز. اسمحوا لي أن نقف تحية دقيقة، تحية لروح الأداء. ونلتقي اليوم تكريما للمناضل الآخر دفع ويدفع الآن ثمن كلمة حق. لقاءنا النهارده لمناقشة كتاب دكتور عبد الخالق فاروق الذي يقضي الآن مدة يقضي الآن اعتقال بلا محاكمة وبلا أي إدانة، غير إن هو بيقول كلمة حق. يحضرنا النهارده لمناقشة كتاب دكتور عبد الخالق فاروق دكتور دودي الشامي، دكتور كمال أبريطة، دكتور مهندس مكرم خليل. اسمحوا لي، دكتور عبد الخالق فاروق هو غني عن التعريف، وأنا أمامي سيرة ذاتية غنية وثرية جدا للدكتور عبد الخالق. ولد في القاهرة في عام 57، حصل على شهادة حقوق عام 92، دبلوم في القانون 97، دبلوم في إدارة الجهاز الحكومي 89، عمل باحث اقتصاد بمجال الدراسات السياسية والاستراتيجية، عمل باحث اقتصاد بمكتب رئيس الوزراء، وهكذا عمل خبيرا يعني فكرة انه خبيرا وباحثا دي على مدى الوقت كان يمارس دوره كباحث له كلمة وباحث قدير. الحقيقة الدكتور عبد الخالق فاروق له عديد من المؤلفات، يمكن ما حدش يتخيل ان هو له 49 مؤلف في هذا 60. طيب يعني من الصح 69 مؤلف في هذا العمر، في هذه الفترة. بيعملوا دلوقتي في السجن قد ايه مش عارف يكتب، واخدين قد ايه هذا الانتاج الغني والثري اضافه حقيقيه للفكر المصري وبالفكر الاقتصادي والسياسي المصري، ويستحق ان يدرس وان يدرس بتأني ويدرس نستفيد منه ونستخلص العبر والدروس ونستخلص ما ينبغي علينا عمله في المرحله القادمه. الدكتور فاروق عبد الخالق فاروق كان له في تشريح الواقع اللي بنعيشه، وايضا استشراف ما ينبغي ان يكون في المستقبل. يسعدنا ان نبدا بدكتور دودي الشامي في رؤيه تحليليه لكتابات الدكتور عبد الخالق فاروق. شكرا جزيلا. أنا عايز أستغل الوقت المخصص لي أو الكلمة المخصصة لي في ذكر عبد الخالق فاروق عن نفسه. هو يمثل بالنسبة لي صديق عزيز جدا، زميل دراسة في الحقيقة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يمكن أنا أكبر منه 3 سنين، لكن زمان الكلية يعني قبل تخرجه وكان موجود فيها. وبالتالي احنا ابناء جيل واحد، وتجربه واحده. وطبعا لما يعني شرفوني مدام نجلاء، شرفوني بالدعوه. احنا طبعا ما كانش ممكن نتاخر دقيقه واحده عن يعني هذا الواجب، يعني زميل عزيز. يعني هذه المجموعة اللي كانت موجودة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي مجموعة يعني وطنية ديمقراطية من نسيج الحركة الطلابية اللي كانت موجودة في الجامعات المصرية في السبعينات، واللي احنا كلنا يعني أبناء، يعني ده نمرة واحد. يعني احنا كلنا نتاج هذه المجموعة دي، أنا وعبد الخالق وآخرين عديدين. ده زي بعضهم من رحل وبعضهم ما زال موجود في الساحة السياسية. ربنا يعني يرحم من رحل ويعني يدين وإعطاء الباقين موجودين. فدي مدرسة يعني لها تاريخ كويس. من حيث يعني أنا مش عايز يعني أدخل أجيب الكتاب
يعني كلمة هو احنا قدام كتاب في الحقيقة فيه مواد كثيرة جدا وبيغطي مساحة زمنية كبيرة ومتنوع، يعني بيغطي قضايا الاقتصاد المصري عموما في فروع كثيرة للغاية، ومن خلال يعني خبرة نظرية وعملية. يعني هو يتميز طبعا عن خالد فاروق بأنه يعني عنده خلفية نظرية وعنده ممارسة يعني واقعية في مش بعيدة عن حتى أجهزة الدولة المختلفة، يعني مرورا بقى بالتنظيم والإدارة ويعني جهات إدارية أخرى. فهو عنده مادة ثرية جدا يعني واقعية، وبالإضافة لخبرته النظرية اللي بتتيح التعامل النظري مع هذه الأرقام والتحليل اللي بيعطينا يعني تحليل للواقع ونظرة للمستقبل. فأنا عايز أقول إن هو هنا لما أنا كنت يعني استضافوني مرة من شهرين كده، لما سعدنا الحظ استضافونا في كده في أحد المواقع الاندبندنت العربية، وكان في آخرين يعني ناس من كان الدكتور فخر الدين معانا في المناظرة ديت يعني في الطرف الآخر، وكان على هذه القضايا اللي احنا بنتناقش فيها. فأنا يعني تحدثت في هذا الموضوع في هذه المناقشة إنه المعين الاقتصادي أو الوعاء الاقتصادي اللي بيختار منه يعني الوزراء أو الطاقم اللي تبع الحكومة هو وعاء واحد. هو الناس مدرسة صندوق النقد الدولي بتنوعاتها. هو بالنسبة حتى الدكتور فخر نفسه كان شغال في صندوق النقد الدولي. هتبص الأسماء كثيرة طبعا عندنا، هنلاقي من أول بقى مرورا يوسف الغزالي والدكتور محمود محي الدين، وقبليه رئيس الوزراء السابق حازم الشراوي وخلافه. يعني الطقم كله لازم يبقى تبع صندوق النقد أو هذه المدرسة، وإنه ثبت دائما. يعني احنا لما بنقرا الكتاب يعني الحقيقه عبد الخالق بيرجع بينا ل 40 سنه فاتوا، كانهم بيبكينا على احوالنا ان احنا خلال هذه ال 40 سنه بنعيد ونزيد بنفس الكلام بنفس الرشيد وتاتي نفس النتيجه. هو الحقيقه عنده ماده ثريه في الكتاب جايبها في هذا الجنيه المصري اتخفض كم مره، يعني حتى في يعني مرات تخفيض انا كنت متناسيها، لكن مثلا بدل مرورا ب 87 يعني نتكلم عن 9 مرات قبل التخفيضات الاخيره دي. وكل مره على اساس ايه؟ يقول لك انه الصادرات هتزيد والواردات تقل ومش عارف ايه والكلام والاستثمارات تترفع، لكن في الحقيقه دائما بيبقى فيه استمرار لعجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات، وبالتالي ترجع تاني وزياده المديونيه وترجع تاني ايه؟ الاحتياطي يتلاشى فيخفض من جديد. يعني دوامه لا تنتهي وبنكرروها على مدى 40 سنه. طبعا دي مأساة ان احنا بقالنا 40 سنه او اكثر في روشته وفي نفس الوصفه واصرار على نفس السياسات والنتيجه نفس النتيجه. طيب يا عم يعني ايه الجديد؟ يعني ايه اللي هيبقى ايه الجديد دلوقتي في اللي بيحصل؟ طب ما تجربوا سياسات اخرى. ما هو ده اللي برضه بنقوله مجمل كتابات عبد الخالق. انت دلوقتي بتتكلم عن مدرسه نقديه، مدرسه ماليه معينه، واخد بالك؟ بتكرس الخلل القائم في الاقتصاد المصري. هنا بنقول بقى ايه؟ انه احنا غير هذه المدرسه لا نقول فيما يسمى المدرسه العلميه الوطنيه المصريه في الاقتصاد السياسي. انا يعني بدون
ادنى تفكير هو عبد الخالق احد رموزها، عبد الخالق فاروق احد رموز هذه المدرسه. طب ما تجربوا الناس دي. طب هو عبد الخالق فاروق ده مدرسه متسعه وفيها عشرات الاسماء وكلهم ناس علماء وعندهم منطق وعندهم ارقام وعندهم بتاع، يعني نقدر نعد 30 اسم. يعني طب لو عدينا هنلاقي كتير، هنلاقي عبد الخالق فاروق، هنلاقي احمد سيد النجار، هنلاقي ابراهيم العيسوي، يعني في الجيل الاكبر ومن رحل من الكبار ومن موجود من الجيل الحالي، شريف قاسم، احمد سيد النجار، الهادي المرغني، زهد الشامي، اخرين. احنا مدرسه واحده، احنا مدرسه واحده، ما احناش بتوع صندوق النهضه. ولما حد بيكتب، يعني لما نقرا طبعا كل واحد له اسهاماته وعبد الخالق له اسهامات واسعه، لكن هي في السياق العام لهذا التفكير المنتمي لهذا الوطن والحريص على اقتصاد وطني مصري مستقل يقوم على التنميه المعتمده على الذات، مش على التدفقات الخارجيه والمعونات واستمرار العجز والانكشاف، واخد بالك؟ و يعني في النهايه في الحقيقه تدمير الهياكل الانتاجيه الموجوده في البلد، وبالتالي اعاده انتاج الفشل على نطاق اوسع. فيعني نقطه الانطلاق هنا هي الانطلاق من الخلل الهيكلي. الخلل الهيكلي بيتكلم عنه عبد الخالق فاروق بشكل متكرر وبشكل اساسي في التحليل، انه في خلل في الميزان التجاري، خلل في الموازنه العامه، وانه هذا الخلل يعني بيتجلى بقى بعد كده في المديونيات وخفض الجنيه وكذا 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 واستمرار الازمه. طب هل في حلول اخرى للخروج من هذا الخلل؟ يعني هو الراجل بيقدم زي كل هذه المدرسه ما بتقدم حلول تنبع من ترشيد الاداء الاقتصادي، ان في اداء اقتصادي رشيد بيقوم على ايه بقى؟ على حاجات كتير في السكه بقى. هو طبعا عنده رصد لكثير من المواضيع اللي يمكن في الاجل المباشر تحقيق وفرات ماليه مباشره فيها تضاف الى تعالج الخلل، ومواضيع اخرى في الجانب الايرادات، يعني اذا كان على جانب المصروفات في توفير، على جانب الايرادات ايضا في كلام كتير في النظام الضريبي وبتاع ومسائل زي كده تحقق، وغير النظام الضريبي يعني في اطلاله كبيره على مسائل زي مثلا هو طبعا قدم فيها دور كبير الحقيقه قطاع البترول مثلا، لا احد القطاعات اللي قدم فيها يعني تفصيلات كثيره جدا، يعني ما اعتقدش ان انا اقدر استعرضها كلها، لكن وكان برضه احمد سيد مجال اتكلم على يعني الاتاوه بتاعت قطاع البترول انها خفضوها ممكن ترتفع بقدر معين من 10 ل 15%، هي كانت قبل كده 15. حصه الشريك المصري هي منخفضه جدا بالمقارنه بالدول الاخرى المقارنه، وفي النهايه الشريك الاجنبي حصته لما تتحسب كلها بتصل من 60 ل 65%، في حين في الدول الاخرى المناظره يعني بتبقى في حدود 40%. يعني ممكن تحقيق وفر كبير من بنود زي كده. لكن كمان الجانب الاخر اللي هو يعني في الرشد، وهنا بتكلم في الحقيقه يعني كمان يعني انا متفق معاه في التوفيق في هذا المثال. بيتكلم عن بول بران وسويزي وشارل طلعين اللي هو يعني كتبوا فكره الفائض الاقتصادي، انه في امكانيات ممكن تبقى موجوده لو احسن استخدامها وترشيدها بحيث تتحقق لنمو اقتصادي مفيد لصالح
لما تحسب بقى تشوف الهدر ده اللي انا يعني ممكن نسميه القضاء على الهدر. القضاء على الهدر الاقتصادي فيه اشياء كثيره جدا. يعني على سبيل المثال طبعا احنا عارفين وهو اشار لها في الكتاب المنتجعات والقصور والفيلات وبتاع اللي هي الساحل الشمالي. يعني قصه النمو بهذه الطريقه اللي في الحقيقه ممتده من ايام ومن قبل النمو. والارقام بتتكلم بقى انه ارقام السنوات السابقه لحد ما قبل الثوره يعني انفاق حوالي 400 اكثر من 400 مليار على هذه المنتجعات الساحل الشمالي اللي هي بيصيفوا فيها ديت. والشركات اللي شغاله فيها ارباحها فلكيه حوالي 300 مليار جنيه. طبعا الاسعار زمان احنا طبعا هذا الكتاب متوقف يعني كتب اخر ما خلص سنه 17 2018 او 18. فطبعا الارقام بتتغير وهو يعني كان كاتبه الحقيقه طبعا هي في ميزه انه كاتبه من واقع الاشتباك. يعني الاشتباك مع يعني ما يطرح من افكار. وفي الحقيقه انا يعني لم اجد فيه نهائيا يعني اي شيء بمعنى انه عداء للدوله او لكن هو اشتباك بناء مع يعني طريقه عقيمه في اداره الاقتصاد ومحاجات الحجه بالحجه والارقام بالارقام. وهو هنا في الحقيقه بيمسك بتلاعبات كثيره يعني كلها او بعضها احنا متابعينها برضه اصلا. يعني ما هو ما اخترعش الذره في دي. يعني ما جابش حاجه خارج السياق. ده بتكلم في تحليل منطقي عن عدد من التلاعبات اللي هي مكشوفه. اللي عايز يرد عليها يرد بالمنطق مش بحبس الراي، لان الراي لا يحبس. وبدليل ان احنا بنتناقش فيه وهنظل نتناقش. يعني الامثله على كده متعدده. يعني لعل من ابرزها التلاعب اللي قام به السيد يوسف بطرس الغالي وهو وزير ماليه. لما كان وزير ماليه انه فجاه اكتشفنا انه نسبه الدين للناتج المحلي انخفضت من 100 وحاجه في المية. من 100 كان فوق اكتر من 110% او حاجه زي كده، نزل بقت حاجه 60 65%. طب ازاي؟ بألاعيب محاسبيه. ما هي واضحه واحنا كنا راصدينها برضه في وقتها على فكره. لما كنا في الوقت ده انا في اللجنه الاقتصاديه في حزب التجمع مع الدكتور بتاع خالد والمجموعه دي، واشرنا لهذا انه هو عامل حاجتين للتلاعب. انه خد الفلوس المعاشات خدها من وزاره التامينات، خدتها بقى الماليه فاتخصمت من الدين العام. خلاص فوق شال 200 مليار. طبعا كان مبلغ كبير جدا في هذا الوقت. وانه اعاد حساب الناتج القومي بطريقه المحلي بطريقه معينه باعاده الناتج البسيطه، فزود يعني رفع الناتج القومي بغير ذي حق وخفض المديونيه بغير ذي حق فانخفض بقى الدين العام انخفض بهذه النسبه. بس ده كلام يظل غير حقيقي لانه ده كلام على الورق، لكن في الواقع هو الدين موجود ووجود حقيقي، وبالتالي المواطنين هيتاثروا بيه لانه يعني كافه اعدائه موجوده. مش هيتاثر بانه يعني تم التلاعب المحاسبي. يعني ده مثال واضح. وهو اعتقد في الاشتباك مع احمد عز برضه قريب تاني بعد كده رد عليه بنفس هذا المنطق لما كان يحاول يخفف من موضوع الديون الداخليه والخارجيه والبتاع. فالخلاصه طبعا انه في هذا السياق بيتحول يعني بدل ما نعالج جذر المشكله الاقتصاديه في مصر، بيتحول الامر انه هتتفاقم وانه
بتتحول اعباء الديون الى البند الاساسي اللي احنا شغالين عليه، وفوائد الديون بتتحول للايه؟ للبند الرئيسي اللي بتهدر عليه كل موارد الموازنه. يعني اعتقد انه هي وصلت لحوالي 46% في الموازنه الاخيره، يعني بدات تجاوز 46%. من انا عايز بس اعطيكم برضه لحضراتكم الرقم مقارنه بسيطه في هذا. دي من متابعه اخر الارقام، لانه الايام دي بيتكلموا عن الدعم وعايزين يخلوا الدعم يحولوه من دعم عيني لدعم نقدي، يعني هي حجج للالتفاف لتقليص الدعم او يعني الغائه. لانه احنا تابعنا في الفتره الاخيره سعر رغيف الخبز بتاع المدعم اتحرك من 5 قروش ل 20 قرش، يعني زياده باهظه. والكلام اقر اخيرا تعديلات في البرلمان لايه؟ التحول للدعم النقدي، بما يتضمن يعني مراجعه موضوع الدعم عموما. وده حتى دفع بعض الجهات اللي هي يعني محسوبه على الحكومه، او حتى رئيس الضياء رشوان ومجموعه الحوار الوطني اللي هم قالوا سابقا نعمل نتحول لدعم نقدي، انه نتيجه الاوضاع اللي ظاهره في البلاد، وانه زياده الفقر واستمرار التضخم العالي اللي هياكل اي دعم نقدي، المواطنين مش عايزين دعم نقدي. فقالوا لهم تمام، قالوا وقفوا في العمليه دي شويه، ماذا سيفعل؟ لكن انا هديكم بس من عندي انا بقى هذه المقارنه، انه بين 2013 و 2024 في الفتره دي ايه كانت النسب؟ ايه في نسب الانفاق الحكومي على الدعم وعلى الفوائد وعلى الأجور. الأجور انخفضت من 25% ل 14% من انفاق من مصاريف المصروفات، والدعم انخفض من 33 ل 15، والفوائد زادت من 24 ل 46، يعني الفوائد تضاعفت والاجور والدعم نزلوا. واصبح يعني في اخر موازنه حكوميه الفوائد 1.8 تريليون، 1.8 تريليون. وده الدعم مثلا دعم الخبز اللي بيتكلموا عنه ده 100 مليار. يعني كام في المية؟ حوالي 2.5% من الفوائد. يعني هي دي اللي هتوقف. لكن هو منهج ماشي للاسف. طب ايه الحلول؟ هو طبعا الحلول قدم اشياء يعني في الاجل المباشر، في الاجل القصير، لتخفيف يعني هذه الاختلالات في السياسات العامة، في التقليل من الفساد، في وقف الهدر، مراجعة المسائل اللي حصل في قطاع البترول، إعادة النظر في النظام الضريبي، هيكلة قطاع البترول والغاز، إعادة تصفية الصناديق الخاصة، يعني فكرة الصناديق الخاصة ووحدة الموازنة، إعادة هيكلة الموازنة العامة، ويعني إعادة الإجراءات عاجلة لتخفيف الخلل في العجز في الميزان التجاري وخلافه. يعني مجمل هذه الإجراءات. طبعا في الأجل الأطول هي العملية، هي عملية التنمية الاقتصادية، هي عملية إعادة الاعتبار للصناعة والزراعة، اللي في الحقيقة كل المؤشرات برضه مؤشرات كتير جدا وجبة إنه فيها تراجع كبير، في تراجع في نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، في نسبة يعني
الارض الزراعيه لكل واحد من سكان مصر، يعني انخفاض مستمر، الاكتفاء الذاتي، طبعا تراجع الصناعه واعتمادها بشكل كبير على المكون الخارجي بقى، يعني نتيجة عملية التفكيك اللي تمت في التصنيع، وأظن احنا كلنا عارفين يعني هذا التفكيك اللي تم. ف يعني هو ده الخط العام اللي هو بيقدمه عبد الخالق فاروق، والنقد العام اللي بيقدمه للأرقام والأطروحات الحكومية الموجودة، وهي يعني في مجمل النقد في محله، واستمرار الحكومة في يعني التهرب من هذه الحقائق، والإصرار على نفس السياسات اللي بتعمق يعني هذا الخلل الفعلي البسيط. يعني أعتقد العملية واضحة. طبعا الكتاب كتب زي ما قلنا في سنة 17 أو 18، ما كانتش الأمور وصلت إلى درجة التأثم. درجة الأزمة الراهنة يعني أعتقد يعني قد تهدد بأشياء على فكرة، يعني أعتقد إنها شديدة الخطورة. ربنا يستر إن إحنا ما ندخلش في يعني يمكن فشل اقتصادي. إنه الدولار لما يتجاوز 50 جنيه، طبعا هو لما كتب كان لسه أرقام عند حدود العشرينات وحاجات زي كده. يعني ما تنسوش التعبير الشهير لما الرئيس نفسه قال لو الدولار وصل ل 50 وصل عدى 50 وعدى، وبالتالي ده نتيجة الحقيقة إنه الحكومة مصرة على نفس الطريقة ولا تستمع لأي آراء أخرى، يعني تطرح سياسات بديلة حقيقية، اللي هي في الحقيقة يعني بالتأكيد إنه مجمل ما كتبه وطرحه الزميل العزيز عبد الخالق فاروق هو بيصب في هذا الاتجاه الرشيد يعني تنمية اقتصادية رشيدة حقيقية، كما يعني يكتب ويتبنى كل فرسان هذه المدرسة الوطنية العلمية في الاقتصاد. يعني مختصر مهارات وربنا يعني إن شاء الله يوفق البلد الخير، وإن شاء الله يعني نتمنى الإفراج السريع عن كل سكانها الأرض، لأن الرأي لا ينقص مقدمتهم الأخ العزيز الخبير الاقتصادي المعروف